حاجتين تعملهم في شهر شعبان ربنا يحبك، ولما ربنا يحبك يرضى عنك، ولما ربنا يرضى عنك يوسع لك في رزقك. والأهم من كل ده إن ربنا هيغفر لك ما تقدم من ذنبك، وكمان هيدخلك الجنة بعون الله. بس قبل ما أقول لك إيه الحاجات دي، تعالى في الأول نصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشاركني في الأجر والثواب. أول حاجة تعملها هي إنك تصلي الصلاة في وقتها، ما تأخرهاش. تصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، ما تخليش الدنيا تاخدك وتأخر صلاتك. وبلاش كمان تخطف الصلاة وتطلع تجري. بلاش تصلي بجوارحك وقلبك يكون غافل مش موجود، مشغول بالدنيا وبهمومها. ركز في صلاتك وانزع الدنيا من قلبك، ولبي نداء ربك ساعتها بس. ربك هو اللي هيحل لك كل مشاكلك. حب لقاء الله عشان ربنا يحب لقائك. الصلاة على وقتها من أكتر العبادات اللي ربنا بيحبها. ده مش كلامي، ده كلام نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لما عبد الله بن مسعود سأله قال له: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ ساعتها أول حاجة نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام قالها هي الصلاة على وقتها. واللي كان بيقصده عبد الله بن مسعود إنه عايز يعرف إيه أكتر حاجة ربنا بيحبها، عشان هو عايز يعملها لربنا. عارف انت لما تحب حد وتدور على الحاجة اللي بيحبها وبتسعده عشان تجري تعملها له بسرعة عشان هو كمان يحبك؟ هو ده بالظبط. تعرف تعيش بالفكر ده، بالإحساس ده؟ تعرف تبقى زي عبد الله وتدور على الأعمال اللي ربنا بيحبها وتجري تروح تعملها؟ عايزاك تغمض عينك لحظات وتخيل معايا لما تعمل لربنا الحاجة اللي هو بيحبها وتقول له كده، تقول له: يا رب، أنا عملت العمل ده ابتغاء مرضاتك ومحبة فيك. تعتقد أكرم الأكرمين أرحم الراحمين هيديك إيه؟ ولا هيعمل لك إيه؟ أنا مش هقولك. عارف ليه؟ لأن عطاء الله مفيش بشر يقدر يتخيله، لأنه هيفوق الخيال. العمل التاني اللي لو أنت عملته ربنا يغفر لك كل ذنوبك مهما كانت هي إيه، وكمان يحبك ويدخلك الجنة، هو إنك تجدد توبتك في الأيام المفترجة دي. أنت طول السنة بتجري في الدنيا وأكيد ارتكبت ذنوب كتيرة. فاقعد مع نفسك قعدة صدق، قر فيها واعترف بخطأك وتوب لربنا توبة نصوحة. إن الله يحب التوابين. ساعتها ربنا هيتوب عليك وهيغفر لك كل ذنوبك والمعاصي اللي انت عملتها كلها كمان. وخلي بالك، انت اول ما هتنوي التوب وهتنوي انك في شهر شعبان ورمضان السنة دي هتعبد ربنا عبادة ما عبدتهوش قبل كده زيها ابدا، وخلاص انت بتتوب من كل ذنوبك، هتلاقي الاختبارات نازلة عليك ترف. الشيطان مش هيسيبك ابدا في حالك، والفتن هتلحقك، هتجيلك على صينية من ذهب هتجري وراك. عارف ليه؟ عشان ربنا عايز يختبر صدق نيتك. ربنا عايز يتأكد انك جاد وصادق في توبتك. المعصية هتبقى قدامك، لو عايزها روح خدها، بس انت هتبقى الخسران. ربنا عايزك توريه صدقك. ولو انت ضحيت بالمعصية دي والذنب ده اللي انت بتحبه وبتموت فيه ونفسك فيه، ساعتها هتشوف لذة طاعة ربنا هتبقى عاملة معاك ازاي. يبقى الحاجتين دول لو انت عملتهم في شهر شعبان، انت مش هتتخيل ربنا هيحبك ازاي ولا هيعمل لك ايه، وهيجعلك بعون الله من اهل الجنة. ومش بس هي دي الاعمال اللي انت تعملها في شهر شعبان، الاعمال الخيرة كتير جدا. ربنا يا رب يوفقنا جميعا للطاعات والعبادات، ويسهلها علينا وييسرها لينا ويتقبلها مننا. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد استفدت من الفيديو. بقى انك تفيد غيرك وتعمل لايك وشير وتشاركني في الاجر والثواب. بحبكم في الله. هدية محمود.